ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذا اليوم سنناقش فيه قضية اجتماعية مهمة، وهي كيف تستطيع المرأة الزوجة أن تؤثر على زوجها إيجابيا، وهذا وارد في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قضية مهمة تهمنا نحن معاشر الإريتريين في كثير من القضايا الاجتماعية التي تحصل في داخل مجتمعنا. يكون الحل بيد الزوجة وهي تكون غافلة عن ذلك. يظن البعض أن الزوجة لا تملك على زوجها شيئا ممكن تؤثر به، وهذا غير صحيح. فالصحيح أن المرأة قد آتاها الله عز وجل من الإمكانات ما لم يؤتاها الرجل، وبالتالي التذكير هنا والتذاكر حول كيفية تأثير المرأة على زوجها وارد من قبل مشايخنا وأساتذتنا. باسمكم جميعا أرحب ضيفي هذه الحلقة الشيخ محمد عبد الله محمد سعيد، الداعية المعروف، والترحيب موصول بكم أيضا مشاهدينا الأكارم في تواصلكم معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقناة السلام. أسأل الله تعالى أن نقضي وقتا ممتعا حول هذه القضية المهمة، وهي التركيز حول تذكير الزوج وتوجيهه وإرشاده فيما ينفعه في دينه ودنياه. مرحبا الشيخ محمد عبد الله. بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ برهان، أهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ طيبين إن شاء الله؟ الحمد لله، نحمد الله. استمعتم إلى مقدمة الحلقة وما نريد أن نستهدفه. نريد في البداية شيخ محمد أن تحدثنا بشيء مختصر في دقيقة أو دقيقتين عن قدسية الزواج وأهميته، وأنه يبني الأسرة المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم متابعي قناة سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء من الأمور المهمة في هذه المسائل أن ندرك أن الزواج هو من أعظم نعم الله عز وجل، سواء على الرجل أو على المرأة، لأن الله جل وعلا الذي خلق الإنسان ويعرف ما يخطر في نفسه ويعرف نزغاته ويعرف أموره كلها، جعل الله عز وجل له طريقا لتصريف بعض الأمور الفطرية التي جعلها. فالغريزة هي فطرة فطرها الله جل وعلا في نفس هذا الإنسان وفي نفس هذه المرأة، ولذلك جعل الله عز وجل هذه العلاقة علاقة مقدسة
بأنها أو أن هذه الرابطة لا تكون إلا باسم الله جل وعلا. فإن الرجل إذا أراد أن يقترن بالمرأة لا بد له أن يطلبها كما هو الأصول في المجتمعات، كما هو الأصول في التشريع الإسلامي، يطلبها الطلب الصريح الصحيح من أهلها، فإذا قبلوا بذلك فإنهم يجعل لهم يعني ارتباطا بناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام. وهذه العلاقة كما قلت هي مبنية على أساس متين وعلى أساس مقدس، فإن هذا الإنسان أخذ هذه المرأة ببسم الله عز وجل. فلذلك حتى الطقوس أو الطريقة التي يرتبط بها هذا الرجل بهذه المرأة تكون مبنية على آيات وأحاديث نبوية، لتكون العلاقة علاقة مقدسة وعلاقة يعني دافئة، علاقة مودة وعلاقة رحمة وعلاقة إيمان وإسلام. نسأل الله التوفيق. أحسنتم شيخ محمد، جزاكم الله خيرا في هذا التوضيح والإيجاز. أشكركم على اثنتين، بارك الله. توضيح والإيجاز. طيب شيخ محمد، هذه المرأة يعني مرأة معروف الأصل فيها أنها ضعيفة البنيان، ضعيفة العقل، ضعيفة الشخصية. هل وهي بهذه الصفات من الضعف أن تكون مؤثرة على زوجها؟ وكيف ذلك؟ كيف نبني، أنا أقصد من هذا السؤال، كيف نبني شخصيتها ونقول لها أنت بيدك أن تؤثر على زوجك؟ لا شك أن المرأة يكتنفها الضعف، وهذا الضعف ليس مبنيا على أن المجتمع ضعفها، بل أن الله جل وعلا حينما خلقها على هذه الهيئة. فهي دائما المرأة هي تابعة للرجل، ولذلك لو نظرت في أصل الخلقة فإن الله جل وعلا خلق حواء من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، مما دل على أنها تابعة له وأنها أضعف منه ولو بشيء يسير. الأمور الشخصية وقوة الشخصية وقوة التأثير هي تختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن ليس معنى أنها ضعيفة لا يعني ذلك أنها ضعيفة الشخصية أو ضعيفة التأثير. فالتأثير مبني على عدة أسس، منها العلم، أن تكون عالمة، مش بمعنى أنها تكون عالمة من العالمات، لكن تكون يعني مدركة لكيفية تسيير الحياة الزوجية، وأن تكون عندها قابلية لذلك، وأن يكون عندها حرص على زوجها وعلى أسرتها. كل هذه الأمور لو اجتمعت تستطيع أن تؤثر على زوجها إيجابا. ولو نظرنا في التاريخ ستجد أن كثير من النساء لهم الأثر العظيم في تغيير أزواجهم إلى أفضل الأحوال، بل أن بعض الأزواج يكونون في أضعف الأحوال، بل يكونون في ضياع، وتكون الزوجة هي العامل الأساس في تغيير هذا الزوج إلى أن توصله إلى أعلى ما يمكن الوصول إليه. طيب ما معنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ نعم، هذا ليس في المقصود بهذه الآية، وإن كان بعض الرجال يستخدمها لأجل استضعاف المرأة، ولكن المقصود بهذه الآية هو عظم مسؤولية الرجل، يعني أنك أنت أيها الرجل أعظم مسؤولية في بيتك وعلى أسرتك وعلى هذه المرأة. نعم المرأة لها مسؤولية، ولكن مسؤولية المرأة أقل درجة من مسؤوليتك أنت. فأنت الذي يعني تأتي بالقوت، وأنت الذي تعمل، وأنت الذي تجتهد، وأنت الذي تحمي هذه الأسرة وما شابه ذلك. فلذلك هذه الآية تعطي للرجل تحمله مسؤولية أعظم مما كان يتخيل. ولذلك تنظر بعض الرجال أنهم يتعاطون الأمور في أقل درجة من المرأة. تجد أن المرأة هي التي لها حرص ولها، بل هي التي تعمل وهي التي يعني تبذل،
ونتيجة لذلك تأتي بعض الإشكاليات. ولو أن كل رجل تحمل هذه المسؤولية بناء على هذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولو أنه تحمل هذه المسؤولية لكانت قلت كثير من هذه الإشكاليات. فهذه الآية ليس معناها التسلط، وليس معناها العنف، وليس معناها الاستبداد، وليس معناها استضعاف المرأة، ولا تعني أيضا أنه يعني لا يكترث برأيها ولا يستمع لها. إنما المقصود أنك أعظم مسؤولية في بيتك أيها الرجل، هو هذا المقصود. جميل. طيب شيخ محمد، ذكرتم أن المرأة كون الله سبحانه وتعالى خلقها ضعيفة في عقلها، ضعيفة في بدنها، أنها لا يمكن أن تؤثر في الرجل. طيب، ولكن يبدو لي والله أعلم أن ثمة هناك أمور خصها الله عز وجل في المرأة ليست في الرجل ممكن أن تؤثر به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن معاشر النساء. فإذا كانت المرأة لديها من التأثير والقوة أنها تؤثر على الرجل الحازم، الرجل الذي تكتمل عنده معنى الرجولة والحزم أيضا، إذن ليس هناك عذر على المرأة أن تغير من زوجها. يعني نجد شيخ محمد كثير من الأخوات تجدها مثلا طالبة علم، تلقي الدورات، تعلم النساء وتفقههن، وهي ضعيفة في بيتها، لم تستطع أن تغير زوجها إلى الخير، لم تستطع أن ترشده، في حين أن الله سبحانه وتعالى آتاها من القوة والتمكين ما لم يؤتها. يعني مثلا تجد الرجل عنده علاقات محرمة في الخارج، والسبب تكون هي مجتهدة في حفظ كتاب الله ما شاء الله، ومجتهدة في تعليم الغير، وليست مجتهدة في جذب زوجها إليها. هذا تقصير من جانبها. حول هذا ما هو تعليقكم في كون المرأة في يدها الكثير من الإمكانات ولا تستطيع أن تستخدمها؟ لو نظرنا إلى خلقة الرجل وخلقة المرأة ستجد أن الهيبة ستجدها في الرجل، وإذا نظرت في الجانب الآخر في المرأة ستجد أن عندها وسائل، وإذا صح التعبير أسلحة بإمكانها أن تؤثر على الرجل سواء كان سلبا أو إيجابا. يا سلام. المرأة عندها من الأساليب في التغنج وفي الدلال وفي الكلام الناعم وفي الكلام المعسول وفي طريقة لبسها ورائحتها وتنظيمها لبيتها. كل هذه وسائل تجعل الرجل هذا المهاب الذي لا يستطيع أحد في ساحة المعركة أن يتغلب عليه، هي تستطيع أن تركعه. يا سلام. فبالتالي هذا السلاح الفتاك الذي يعني عندها قدرة أعنف من قوة الأسلحة والمدافع. سبحان الله. يعني الآن الغرب الآن ما لم يستطيعوا الحصول عليه في العالم الإسلامي من خلال المدافع، وصلوا إليه من خلال هذا المخلوق الضعيف. لا إله إلا الله. شايف؟ فماذا يقول الشاعر؟ يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. يا سلام. ليش؟ قال لأنها إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. وهو صادق في هذا الوصف. نعم، المرأة بدلالها وبكلامها المعسول وبتهيئة بيتها وتهيئة نفسها وتهيئة أولادها وتهيئة الجو اللطيف الجميل في البيت تستطيع أن في هذه الأحوال تستطيع أن تمرر على الرجل قرارات لا تستطيع أن تمررها بالجدال وبالنقاش. لذلك كثير من النساء اللواتي يستخدمن هذه الأساليب، وللأسف الشديد جعلن أزواجهن ينحرفون إلى الطرق المعوجة بسبب استخدام هذه الأسلحة. ويؤسفني أيضا يا شيخ برهان كما ذكرت طالبة علم وتفهم في كتاب الله عز وجل ما لم يفهمه كثير من الناس، إلا أنها تعجز في هذا الأمر، وهو سلاح جعله الله عز وجل في يدها. هذا الذي نقوله في المرأة. والمرأة تملك هذه القدرة الجبارة التي إذا استخدمتها تستطيع أن تقولب زوجها في أحسن قالب. جميل. أحيانا يكون الزوج شيخنا
قوي الشخصية صعب المنال، ومع ذلك هناك مفاتيح للوصول إلى قلبه وإقناعه. بعض النساء فعلا تتفنن في توجيه مثل هذه الشخصيات، وبعضها لا تستطيع. برأيكم ما هو الأسلوب الأمثل؟ يعني مثلا الرجال على أنواع، في رجل تسبقه يده منذ أن يغضب مباشرة يصفع ويضرب، في رجل لا يعطي للزوجة أي اعتبار، يسمع كلامها من هنا ويخرجه منها هنا، وفي رجل آخر لا، على السنة، استمع إليها ويتقرب منها وفي شخصية أخرى ربما الرجل يكون مطاوعا للمرأة، مستمعا لها، مطبقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، خاضع ذليل لها من أجل أن يعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لنسائه، وتظن المرأة أن هذا ضعف منه وأن هذا يقلل من شخصيته. هؤلاء الأربعة لخصتهم لك شيخنا، نريد تعليقك عليه. حقيقة المرأة الحصيفة التي تتوقد عقلا، هذه المرأة هي التي تقيم زوجها من الليالي الأولى، في الأيام الأولى لزواجها تستطيع أن تقيم هذا الرجل، ما الذي يحبه، ما الذي يكرهه، ما هي الطريقة التي تستطيع الدخول عليه، ما هي الطرق التي لا يحبها. من خلال التشخيص هذا يعطيها الطريقة المثلى للدخول على زوجها، سواء حتى لو كان يضرب، حتى الذي يضرب سيكف عن هذا بسبب تصرفاتها هي، والذي يطاوعها إذا جئنا في النظرة العكسية، الشخص المطاوع، الشخص الهادي أيضا له مدخله، وهو مدخل سهل ويسير. إذا عكسنا المسألة، إذا كان الرجل بهذه الصورة مطاوعا مستقبلا هادئا هانئا في بيته، إذا ظنت المرأة أن هذا ضعف، أيضا أنا أعيد الملام إلى الرجل. لماذا؟ لأنه أي أمر طيب الإكثار منه يعكس أمره تماما. بمعنى لو أن الإنسان أفرط في الطيبة الزائدة، يعتقد أي إنسان، بالذات الإنسان اللي عنده إشكالية في نفسيته، يعتقد أن هذا ضعيف. ولكن نزاوج أحيانا لابد أن نريه حزما، لابد أن يأتي في وقت من الأوقات يرفض، ممكن في وقت من الأوقات يعلو صوته ولو قليلا، لا يمنع. بمعنى حتى تدرك المرأة أنه كما هو هناك وجه طيب ومطاوع، هناك أيضا وجه حازم وليس عنيف، هناك فرق بين الحزم والعنف. فإذا حست المرأة أنه رجل حازم في وقته، ستدرك أن مسألة الطيبة هذه مسألة اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعطيها كرامتها ولا يذلها كما نرى في بعض البيوت. بناء على هذا لابد أن المرأة أن تدرس الرجل دراسة جيدة، سواء قبل الزواج إذا أمكن أو بعد الزواج في الفترة الأولى. بناء على هذه الدراسة تستطيع أن تتعامل مع زوجها. بعض النساء تظن أنها إذا شدت عليه بوصايا من زميلاتها وأخواتها، وريه العين الحمراء، لا تذلين له، وريه الشدة، أنت لو كنت ذليلة عنده راح يركب فوق راسك، وريه كذا. هذا الأسلوب من بعض الأخوات أدى في كثير من البيوت إلى الطلاق وإلى الانفصال، لأنها أصبحت هي قوية تظهر قوتها، والرجل بطبيعة حاله لا يحب أن ترفع المرأة صوتها عليه ولا أن تكبر رأسها عليه، فيحصل فراق وطلاق. لكن أيضا هناك أسر وزوجات صالحات عرفنا كيف يتعاملن مع أزواجهن. فقبل يومين أقرأ قصة إحدى الأخوات من القصص العجيبة أن زوجها ضربها ضربا مؤلما، فقالت سأشتكيك، فظن هو أنها ستشتكيه إلى أولياء أمرها أو إلى المحكمة، فانتظر خروجها من البيت، فإذا بها تدخل دورات المياه وتخرج متوضئة،
فلبست شرص الصلاة وفرست سجادتها وقامت تصلي لله سبحانه وتعالى ورفعت يديها إلى الله عز وجل. فقام الرجل فزعا وأوقفها عن الدعاء وقال لها: كفى، لن أضربك بعد اليوم، كيف تشتكين إلى الله؟ قالت له: أتظن أني أشكوك إلى الله ليهلكك؟ والله دعوت الله لك ليهديك ويرشدك. هذا يعني هذا نموذج نعم المرأة هذه من أساطير الأولين. امرأة هكذا تكون، يضربها زوجها فتذهب وتدفع يديها: اللهم اهديه واصلحه وتسامحه. هذا الأسلوب هو المؤثر أتوقع. تعليقكم حول هذه الأمور؟ القضية الأولى التي ذكرتها من المصائب التي نعانيها في البيوت أننا نشرك يعني أشخاص آخرين، سواء الرجل أو المرأة. يعني يحدث بين المرأة والرجل أي حدث، خلافات، نقاش، حدة، يعني وصلوا إلى درجة ربما الخصام، لكن لا يعني هذا أبدا أن تذهب المرأة لأي امرأة أخرى وتشتكي عندها: زوجي فعل وزوجي فعل وزوجي فعل، أو الرجل: زوجتي فعلت زوجتي فعلت. لماذا؟ لأنه إذا تدخل عنصر خارجي معناه الخراب المستطير. خذها قاعدة. لذلك أنا أعجبني أحد الإخوة قال لزوجته في بداية حياتهما، قال لها: نختلف ونأتلف ونتخاصم ونتحاور، لكن في غرفتنا في حجرة النوم، وإذا خرجنا نخرج وكأنه ليس بيننا أي خلاف. لا قدر الله إذا وصلنا إلى مرحلة الانفصال، هنا في هذه الحالة ممكن أن نأتي بحكم من أهلك وحكم من أهلي حتى يكون في إصلاح. غير كده الخلافات في البيوت موجودة. فلذلك أنا أنصح أي رجل وأي امرأة ألا يتدخل، حتى من أعز الناس ومن أقرب الناس، الآباء والأمهات، لا أحد يتدخل. نحل خلافاتنا في حجرة نومنا قدر ما نستطيع. هذا أمر. لذلك أي امرأة أدخلت عنصر خارجي فاعلم أن الخراب دخل إلى البيت، وأي رجل أدخل عنصر خارجي اعلم أن الخراب دخل، لأنك أنت تفهم زوجتك وهي تفهمك، ولكن العنصر الخارجي هذا لا يفهم. حينما تقول لها: أسمعيه كلاما شديدا، حمري في وجهه ولا تعطيه وجه، مع الأسف هذا الموجود. هذا أنت عارف يا شيخ إبراهيم هذا ماذا يسمى في الشرع؟ هذا يسمى تخبيب للأسف. وفي الحديث: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وهكذا. هذا أمر. أما العنصر الذي ذكرته والعنصر الآخر فهذا هو العنصر الذي يتبع السنة النبوية. هذه المرأة رضي الله عنها وبارك فيها حينما يعني اشتكت إلى الله جل وعلا، وليست شكوى بأن يقسم الله ظهره، إنما شكوى أن يصلح الله زوجها. هذا المطلوب. بل أنا أقول حتى لو لم يكن هناك خلاف، ينبغي للزوج أن يدعو بصلاح زوجته، والزوجة تدعو بصلاح زوجها، لأن الصلاح ليس المقصود به أن يكون مصليا وهكذا، لا، المقصود بالصلاح أن يكون في جميع أموره صالحا، في تعاملاته، في تربيته، في خروجه، في دخوله، في مأكله وفي مشربه، أن يكون صالحا. فبالتالي هذا الدعاء أمر مطلوب من الطرفين للطرف الآخر. فإذا كانت الأسرة بهذه الصورة، خلافاتنا في داخل حجرة نومنا وندعو لبعضنا البعض، صدقني يا شيخ برهان كثير من المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق ستجدها مندثرة ومنتهية. قد تبتلى يا شيخ محمد المرأة بزوج له علاقات محرمة، وربما يفعل فعلا الفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. النساء هنا ينقسمن إلى قسمين. نعم. إما امرأة تترك بيتها وتذهب إلى أهلها وتقول: أنا لا يشرفني أن أعيش مع هذا الرجل الذي له علاقات محرمة، فتهدم بيتها. الأمر الآخر امرأة أخرى تقول: ما دام هو يفعل ذلك حراما فلا حرج، أهم شيء أن لا يتزوج علي. تعليقكم بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيدين.
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شيخ محمد، كنا نقول المرأة قد تبتلى بزوج له علاقات محرمة، أو قد يقع الزوج في فواحش وطوام، وربما تكون العلاقات أيضا مع غير المسلمات، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا واقع كبير جدا في مجتمعنا الإريتري مع الأسف. فهن النساء ينقسمن إلى قسمين: إما أنها تغضب فتترك بيتها مع أول معرفتها بهذا الموضوع وتطلب الطلاق وتصر عليه، وبعده ربما لا تتزوج، وربما لا يأتيها النصيب لسنوات طويلة. ربما كان الخطأ في عدم صبرها وتوجيهها وإرشادها لزوجها في هذا المجال، الله تعالى أعلم، ولكن هذا حاصل. وأخرى تقول ما دام لم يتزوج علي فليفعل ما يشاء، نسأل الله العافية والسلام، أو تغض الطرف، أو تقول سيفعل وسيفعل ثم سيتوب الله عليه ويعود إلي، أهم شيء أن لا يتزوج علي. تعليقكم حول هذا؟ عموما النساء في هذا الأمر على 3 أقسام. من النساء كما ذكرت مباشرة مجرد أن تدرك أن زوجها وقع في هذا المحرم تطلب الطلاق مباشرة، وتأبى أن تجلس في بيته ولو لحظة واحدة. وهناك من النساء
تصبر على زوجها، تنصحه وتقرعه، تأتيه بالحسنى وتأتيه بالشدة، تخوفه بالله، وتطلب من الناصحين أن ينصحوه. وهكذا بعض النساء ينجحن في هذا سبحان الله. لذلك نحن قلنا من قبل أن المرأة تستطيع أن تؤثر على زوجها إلى أن تجعله في وضع أفضل مما هو عليه، إما أن يخرج من محرم إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون من حسن إلى أحسن. وهكذا المرأة تستطيع أن تؤثر على زوجها، على أقل تقدير تبذل جهدها وتبذل وسعها، ثم تعذر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إذا طلبت الطلاق ربما يكون طلبها للطلاق يعني له مبرر قوي جدا. سبحان الله يا شيخ محمد، في هذه النقطة، نقطة تزيين المرأة نفسها لزوجها، هذه النقطة مع الأسف رغم أن معظم النساء والفتيات المتزوجات يعرفن أهميتها، إلا أن الشيطان يعني يبعدهن عن هذا الأمر إبعادا، ويثقل عليها أن تتزين لزوجها، يثقل عليها جدا سبحان الله. فيخرج الزوج وهي متبذلة، ويعود من عمله وهي كذلك، لا يراها متزينة إلا إذا عندها مناسبة. والدولاب مليء بأنواع من الفساتين، ومن أنواع من الألبسة الداخلية والخارجية، وأنواع من المكياج والعطورات، هذه لا تستخدم إلا في المناسبات للخروج. أما هذا الزوج المسكين فلا أحد يهتم به إلا ما ندر. فإذا وقعت الواقعة علاقات محرمة أو تعدد بكت المرأة بكاء شديدا. في حين أيضا هناك أيضا من الزوجات من تجتهد. سبحان الله، المرأة أحيانا تلبس، وعشان من أجل أن تلبس وتجتهد تأخذ فترة ساعة أو ساعة ونصف، والفترة التي يأتي إليها زوجها ربما تكون 5 دقائق ثم يخلد إلى النوم. هذه ال5 دقائق تستهين بها المرأة، في حين أنها تبني حبا عميقا وعشقا قويا في قلب هذا الرجل، تظل زوجته في صورتها الجميلة التي آخر صورة رآها قبل أن ينام، فتكون في ذاكرته. هذا كله منسي عنه يا شيخ محمد. هو لا شك مع طول العهد وطول الزمان، يعني ليس كل النساء ولكن بعض النساء تمل من هذه الأساليب، وتحسب أن هذا الأمر يعني لا يختلف عند الرجل. وربما يا شيخ برهان أحيانا الرجل يعني ما يعطيها يعني الهالة التي تستحقها، يعني حينما يرى يعني جمالا وتجملا يعني لا ينبهر، يعني لا يبدي مشاعره، فبالتالي تقول هو سواء كذا ولا كذا هو في النهاية واحد، فبالتالي تجدها إيش؟ تتبذل. تمام شيخ محمد. ما هو الآن الرجل دخل السلام عليكم، شاف شيء جمال، صدقني يا شيخ محمد حتى لو لم يعبر بلسانه وبعينه والله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعبر بقلبه. لكن المرأة أحيانا كما تفضلت تقول هو السيان عنده، أنا تجملت ولا ما تجملت سيان عنده. هل هذا يكفي؟ هل هذا يعني خلاص إذا كان أنت لا تتزين، يعني هل هذه حجة لها؟ هي ليس من باب الحجية، لكن بعض النساء تصل إلى هذه النتيجة إلى درجة الإحباط. يعني أنت تعذرها يا شيخ؟ ليس المقصود لكن نحن الآن نرسل رسالة لذلك الزوج الذي لا يبدي يعني زي ما تقول التعبيرات الجميلة لامرأته، عبرها ولو بكلمة ما شاء الله إيش الجمال هذا، كلمتين وانتهى، تكفيها هذه المرأة. فبالتالي إذا وصل إلى هذه الدرجة انتهى. لكن أنا أقول من الأسباب التي تجعل المرأة أنها تمل من أنها تلبس أنها لا تجد صدى لما تفعله، فبالتالي تصل إلى هذه الدرجة. أليس عليها أن تستمر في هذا؟ لا، هل هي مأجورة أولا؟ هل هي مأجورة؟ لا شك أنها تؤجر على ذلك. جميل، هي تؤجر على هذا شيخنا الكريم؟ لا شك سواء كان مدحها لأنه من التبعل، هذا من حسن التبعل، فهذا من حسن التبعل. فكونها تتزين وتتجمل لزوجها خصوصا في ساعة دخوله من العمل، عودته من العمل، فهذا له تأثير كبير. كثير من الأخوات لا يهتمن بهذا ولا يجعلنه في صميم أعمالهن. نعم تجتهد أنها تطبخ
ألذ أنواع الطعام. هناك من النساء أيضا قليل من لا تطبخ، قليل من يأتي إليها زوجها في بيتها، خاصة في شعبنا الإريتري الحمد لله المرأة نظيفة. نعم. يعني لو قيمنا نحن في مجال الإتريات نجد في النظافة 100%، في الطبخ وتجهيزه 100%، في التزين سأترك الدرجة لك 90%. يا شيخ محمد أنا أحكم على الذي عندي. لا. أنت تحكم على المجتمع، لا تحكم على الذي عندك. على كل حال على كل حال الأمور اختلفت كثيرا عن ذي قبل. يعني الآن كثير من النساء أصبحن واعيات، فتجد المرأة تهتم بهذه الأمور كلها حتى في زينة نفسها وما شابه ذلك، ويوجد. طيب أعطيني ما هو الأسلوب الأمثل لنصيحة المرأة لمن ابتليت بزوج له علاقات، عشان نختم هذه النقطة. نعم، نحن أولا لابد أن ندرك أن هذا الأمر له أسباب، فلا بد أن تفهم ما هو السبب الذي جعل هذا الرجل يصل إلى هذه الدرجة. هل لأنه معتاد على هذا الأمر من قبل؟ فهذا يفترض أنه كان يعني يكون قبل الزواج تفهم هذا الأمر، أو وليها يفترض أنه يفهم هذا الأمر ثم يمنعها من ذلك. هي الآن في مشكلة. نحن نقول كمشكلة عامة، أو أن هذا الرجل بسبب تقصيرها هي وصل إلى هذه الدرجة، فبالتالي تحتاج أنها تراجع نفسها حتى تستطيع أن تنتشله من هذه. تقول لك هي مثلا أنا أتزين له وأعطيه الكلام الطيب وأقوم بواجبي ولا يلتفت إلي. إذا بحثت ستجد الأسباب كثيرة، ولكن أحيانا قد تكون لوثة وصلته، فيحتاج إلى إيمانيات وإلى تذكير بعواقب هذا العمل الذي عمله. هي إما أنها تقصير منها، أو هو تقصيره في ذات الله عز وجل إلى أن دخل في هذه البؤرة، أو أنه يعني شيء اعتاد عليه. فبالتالي على كل حال الأسباب المادية نحن نزيلها. المرأة تزيل هذه الأسباب المادية، تعامله أحسن معاملة، تبدأ تتزين له كما ينبغي، تعطيه حقه في فراشه، تعطيه حقه في بيتها وما شابه ذلك، تسد عليه هذه المنافذ. فإن لم ينفع هذا، فإن لم ينفع يعني بذلت كل وسعها، نحن قلنا ما لها إلا أن تلجأ إلى. لا، ألا يمكن مثلا أن تبحث له عن رفقة طيبة؟ احنا قلنا هذا. أيوة، قلنا هذا أنه يعني من ضمن الأساليب التي تستخدمها. نعم. يعني هي أساليب كثيرة، من ضمنها أنها تبحث له عن أناس يرافقونه وينصحونه ويبذلون له. ممكن ربما يكون من أقرب الناس اللي هم أحيانا مثل هذه العينات تجد لهم رفقاء طيبين لا يرضون بهذا، أيضا تحاول أن توصل لهم هذا الأمر بحيث أنهم إيش يرافقونه أكثر وينصحونه أكثر، حتى تبذل كل الوسائل الممكنة لانتشاله. ليس المقصود مجرد نصيحة وانتهى، لا، هو بذل وعطاء حتى تخرجه من هذه المصيبة لسنوات مع الصبر طبعا لا شك والاحتساب. بل أنا أعرف شخصيات إريترية يعني أعرف امرأة كان زوجها يسكر يوميا ويضربها يوميا، فلما يعني مرت سنين وهي تبذل له كل ما تستطيع، يأتيها أهلها وهي مضروبة فتقول له أنها سقطت وما شابه حتى لا تفضحها. ثم تأثر الرجل بعد فترة إلى أن أقلع، ثم هاجر وخرج إلى بلاد أخرى، ولكن قبل أن يعني يمتعها المتاع الحسن وقبل أن يعوضها عما فات توفاها الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وهكذا وهذا سبحان إنما يوفى الصابرون أجرهم يعني بغير حساب. نعم. يعني هي رسالة للأخوات، الصبر مع حسن التعامل. الله عز وجل يقول يا أخواتي في كتابه العزيز: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا كان ما بيننا وبين الشخص عداوة يجعله الله عز وجل لنا حميما إذا نحن قمنا بالتي دفعنا بالتي هي أحسن، فما بالكن بالزوج الذي هو أحوج ما يكون إلى حنان الزوجة وإلى الشفقة عليه وتوجيهه وإرشاده. شيخنا الكريم، سننقلكم إلى مسألة أخرى. تبتلى أيضا المرأة بزوج معدد، يعدد لسبب من الأسباب، أراد أن يعدد، أراد أن كذا. نجد
هنا النساء أيضا ينقسمن إلى 3 أقسام بنفس القسمة الأولى: صابرة محتسبة، أو غاضبة تترك بيتها وتهدمه، أو تكون غير راضية بقضاء الله تبارك وتعالى فتنكد عليه عيشه صباح مساء، أو يتجدد هذا عليها ما بين فترة وأخرى. توجيهكم في ذلك؟ بطبيعة الحال أول أمر لا بد أن نؤصل المسألة أن قضية التعدد ليست قضية مزاجية نحن اختلقناها كرجال. هذا أمر يعني شرعه الله سبحانه وتعالى، سيحصل من فلان ولا يحصل من فلان، الناس يختلفون. قد تبتلى هذه المرأة أن زوجها تزوج عليها، وهذا أمر حتمي منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن موجود. طبعا السيمفونية التي يعني يعزفون عليها النساء بارك الله فيهن هي أنكم لا تعدلوا مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمره عند الله، والذي لا يعدل الله سبحانه وتعالى يتكفل بحسابه. ويفترض على المرأة الحريصة على زوجها أنها تعينه حتى يكون عادلا مع زوجاته. الأمر الثالث قضية أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها تهدم بيتها، هذا ليس من العقل في شيء، حتى لو كانت تغار، لأن الغيرة لم تخلق في نفسها هي فقط، بل إنها حتى في نساء الصحابة، في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تغار، وكانت زينب تغار، وكانت حفصة، كلهن كانت فيهم هذه الصفة، ولكن كانوا يعني يتعاملون مع هذه الغيرة كما ينبغي، تزل أحيانا وتقوم أحيانا. لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد استبدلك الله عز وجل من هذه العجوز بمثل أو ما شابه ذلك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد وما ذنبها أن رزقني الله منها ولدا ولم يرزقني منك ولدا. فبعد ذلك قالت عائشة والله لا أذكرها إلا بخير. هكذا. فبالتالي طالما أن الأمر حصل لا بد أن المرأة تتعامل مع هذا الوضع بالشكل الأنسب، لأنه الخصام المتتالي مع الزوج لأنه عدد معناه أنه مضيعة للحياة، الحياة تضيع، العمر ليس فيه متسع حتى يضيعه الإنسان في خلافات في الدخول وفي الخروج، وقالت وقلنا وقالوا وهم ولماذا فعلت ولماذا لم تفعل. ينبغي لها أن تتعقل وتعين زوجها على أن يكون عادلا، لأنه كلما كان في هذه الحيثية في العدل والقسط فإنه ينعكس بركة على بيتها. فلا تكترث بهذه الأمور التي تقال من الإعلام وما شابه ذلك، لأن هؤلاء يريدون هدم هذه القاعدة التي جعلها الله. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الزواج ب4 نساء؟ هناك يعني في هذا حكم جليلة وعظيمة، بل أن الله عز وجل فرج عن نساء كثير بسبب التعدد، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمرأة أن تتعقل وأن تتعامل مع هذا الأمر كما ينبغي له. نعم لا نقول أنها لا تغار، وهذا شيء طبيعي، ولكن لا تخرج عن الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى، وتلك حدود الله. الواحد ما يتعدى حدود الله. بعض النساء تحاول أن تدمر بيت زوجها الثاني، بعض النساء تفعل الأفاعيل حتى لا تجعله يرتاح. لا، هذا لا، من الذي أحل ذلك؟ طيب. لا ينبغي ولا يجوز. طيب، اشتكاني بعضهم يا شيخنا في من عدد على زوجته، تزوج على زوجته فوجد مجموعة من صديقاتها ومن الصديقات الأولى طبعا كونا لوبي، يعني مجموعة يقومن بحث هذه الزوجة بسوء تعامل مع زوجها حتى لا ينجح هذا التعدد، حتى لا ينجح هذا التعدد وينتشر بين زملائه، لأنه فاشل وما استطاع أن يعدل وما استطاع أن، وبالتالي ينتشر هذا الأمر بين زملائه. ما حكم هؤلاء النسوة؟ تلك المرأة ربما قد تكون معذورة، لكن إذا أخطأت هي لا تجد من ينصحها من الأخوات، بل تجد من التشجيع والإرشاد والتقوية في سبيل هدم البيت الثاني كما تفضلتم. هؤلاء ألا يدخلن في حكم النميمة التي يعني النمامة التي تفسد البيوت فلا تدخل الجنة؟ ولا يكون هؤلاء تصرفنا تصرف والعياذ بالله لهدم البيوت فيدخلن في لعنة من خبب، لعن الله من خبب امرأة عن زوجها.
توجيهكم الكريم حول هذا اللوبي الذي اليوم نحن نشاهده. المشكلة أن هذه المرأة طبعا أيضا من باب العدل هناك أيضا صالحات من يعني يذكرنا هؤلاء الأخوات التي ابتلين يعني بالصبر والاحتساب والمحافظة على الزوج، هذا موجود، ولكن هذاك موجود بكثرة. نصيحتكم شيخ محمد. عموما بشكل عام مثل هذه المرأة التي تخبب امرأة على زوجها لكي يهدم البيت الثاني أو ما شابه ذلك، وأخشى أنها ستهدم البيت الأول، هذه بشكل عام تدخل في النميمة، ولا يدخل الجنة نمام. إن شاء الله العافية. الأمر الثاني إذا أخذناه بشكل خاص تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. هي الآن تخبب هذه المرأة على زوجها حتى تنكد عليه، وبدلا من أن يطلق المرأة الثانية أخشى أن يطلق المرأة الأولى، وأخشى على هذه المرأة التي تفعل هذه الأفاعيل وتقول هذه الأقاويل، أخشى عليها أن يبتليها الله عز وجل بأنواع من الابتلاء، وقد يكون أقرب ابتلاء أن يتزوج عليها زوجها. أي والله. وقد يقع هذا وهذا. نعم. وارد. نعم. لأنه مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تدخل المرأة أنفها في مثل هذا. إذا جاءت اشتكت إليها الواجب عليها أن تصبرها وتقول لها هذا أمر حاصل، وليس يعني أول رجل يتزوج، ولن يكون آخر رجل يتزوج، ينبغي لك أن تصبري وتهدئها وتثبتها على ما هي عليه. أما أنها تفعل هذه الأفعال لكي تعطي سمعة سيئة للذين يعددون، هذه مصيبة عظمى. أخشى أنها تريد هذا الأمر، ولكن أخشى أن تعطي سمعة عن الدين الإسلامي شرع تشريعا فاشلا، وهذه مصيبة عظمى. أيوة. ألا يكون، أنا سمعت الشيخ بن باز يقول نخشى عن التي تفعل هذا أن تكون رادة لأمر الله ولشرعه، وهذه مصيبة. أنا أستغرب أين الخشية والخوف من هؤلاء النساء؟ هل تصل بهن الغيرة أن يحاربن شرع الله بهذه الطريقة؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ يعني أنا أتعجب والله لقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى في أمر شرعه الله عز وجل. هذه صفة من صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الشيخ محمد عبد الله في كيف تذكر المرأة زوجها وتوجهه وتنصحه وتأخذ به إلى يد الخير. الحديث جدا طويل ولا يكفيه حقيقة حلقة أو حلقتين، ربما نكون قد تعمقنا بعض الشيء، لكن هناك يعني أمور مسائل لم نتطرق إليها. كيف توجه المرأة إذا كان زوجها معتقده غير جيد؟ يعني بعض النساء حتى من بناتنا من الإريتريان من تزوجنا بشيعي يعني يحصل هذا. هناك أيضا رجل ربما يحصل منه التقصير في الصلاة، كيف توجه المرأة زوجها حتى يكون مصليا؟ كذلك بعض الرجال يأكل حراما فيعمل في الربا بالبنوك الربوية، أو يتعاطى البيع ويكون مروجا في بيع المخدرات، نسأل الله العافية والسلامة، أو يتعامل بالميسر. على كل حال تجده أن يبيع ويشتري في الحرام ولا تذكره المرأة، وكذلك يكون عنده من الشهوات. كل هذا مفترض أن نناقشه، لا أدري إذا كان الكنترول سيعيدون حلقة أخرى بهذا المجال، الأمر إليهم، لكن هو من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا إلى الخير، وأن يرشد الرجال أيضا إلى الخير، وأن يغفر لنا جميعا رجالا ونساء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل